تفتكر لو صحيت الصبح لقيت قدامك سبيكة ذهب حياتك هتبقى أسعد ولا ده مجرد وهم بنضحك بيه على نفسنا؟ في ناس كتير لما بتفضل تتفرج على حياة غيرها المتزوقة والمثالية بيبدأوا يقتنعوا فعلا إن قلة سعادتهم سببها الوحيد إنهم مش معاهم رزم فلوس ما بتخلصش. بس اللي مش عارفينه بجد إن القدرة على الإحساس بالسعادة دي مهارة في حد ذاتها، مهارة عمرها ما بتعتمد على الظروف المادية أو البيئة اللي حواليهم. نظرية التكيف مع المتعة في علم النفس أثبتت من زمان إن الفرحة اللي بتيجي من ورا الفلوس ليها تاريخ صلاحية محدود جدا. الناس بسرعة بتتعود على الإحساس بالرضا اللي بيجي من الغنى، بس الفرحة دي مستحيل تكمل قبل ما التبلد يتسحب لقلوبهم ويخلي حماس البدايات ينزل تاني لنقطة الصفر. وعلى الناحية التانية القدرة على إنك تحس بالسعادة دي حاجة نابعة من جواك. لما الواحد يقدر يلقط الجمال ويعيش قيمة المشاعر اللي بتعتبر هي الأساس الحقيقي لراحة البال. من غير القدرة دي حتى لو حد ادالك سبيكة ذهب صافي حياتك هتفضل من غير أي معنى. لو انت حاسس دلوقتي إنك غرقان في القلق واللخبطة وبدأت تفقد شغفك وإيمانك بالحياة، يمكن تحتاج تغوص شوية في الفيلم الفرنسي الدافي ده، لأنه ممكن جدا يشيل الغشاوة من على قلبك ويساعدك تلاقي إجابات لأسئلة بتدور عليها. من فترة قريبة في أم شابة عايشة لوحدها نقلت عشان تسكن في عمارة قديمة مع بنتها، وبتربي البنت اللي اسمها إلسا بطولها، بس دايما مهملة فيها بسبب زحمة شغلها. كل يوم بالليل متأخر إلسا اللي بتموت من الملل ما بتبقاش لاقية حاجة تعملها غير إنها تفضل تنطط كورة في أوضتها عشان تقتل بيها الساعات الطويلة اللي بتقضيها لوحدها. بس صوت الخبط المزعج ده بيرن بوضوح في السقف عند الجار اللي تحتهم، وبيدمر تماما الهدوء اللي عايش فيه راجل عجوز عنده 70 سنة اسمه جوليان. تاني يوم الصبح بدري جوليان بينزل يفطر في المطعم اللي تحت العمارة، وبيلمح إلسا قاعدة بطولها. أمها نسيت تسيب لها المفتاح ورمتها في الموقف ده لمدة ساعة بحالها. جوليان فضل يراقب المنظر ده في هدوء، وكان في الأول عايز يكبر دماغه وما يتدخلش، بس لما شاف نظرة قلة الحيلة في عينين الطفلة الصغيرة في حتة حنية اتحركت في قلبه وخلته ياخدها معاه شقته مؤقتا. جوليان راجل أرمل في السبعينيات من عمره، متعته الوحيدة في الدنيا هي إنه يدرس الفراشات ويجمع عينات ليهم. لما إلسا فضلت متنحة قدام الفراشات اللي متجمعة من كل حتة في العالم ومتعلقة بنظام على الحيطة، عينيها زغللت ونسيت نفسها من كتر الحلاوة. جوليان طبعه ناشف ومش بيحب الاختلاط بالناس، بس لما شاف الفضول الصافي والانبهار اللي بيلمع في عينين إلسا ملامحه الحادة بدأت تلين، وبدأ فعلا يشرح لها إزاي الدودة بتكسر شرنقتها عشان تطلع فراشة، وكان بيتكلم بحماس حقيقي. إلسا كانت بتهز راسها كأنها فاهمة نص نص، بس ما بطلتش تطلع له بأسئلة غريبة تجنن العقل. بس يا ترى البنت دي هتقعد ساكتة وتسمع الكلام ولا الفضول هياخدها لسكة تانية خالص؟ أول ما الكلام طلع من بقه جوليان فجأة افتكر إنه وراه مشوار مهم وضروري، وده طفى حماسه للشرح في لحظة، وفضل يحذر إلسا بدل المرة 1000 إنها ما تمشيش في الشقة عشان ما تخضش الفراشات الحية اللي بتطير. وبعدها نزل يدور على البواب عشان يوصيه يخلي باله من إلسا. بس في اللحظة دي بالذات إلسا بتلمح باب بينور بنور دافي وغريب كأنه مخبي وراه سر محدش يعرفه. الفضول القاتل ده خلاها تمد إيديها وتزق الباب. أول ما حطت رجلها جوه صوبة الفراشات إلسا اتصدمت من حلاوة المنظر اللي قدامها. فراشات بكل ألوان الطيف بترقص حواليها كأنها دخلت جوه كتاب حواديت بالغلط. فضلت تبص حواليها وهي طايرة من الفرحة، ونسيت خالص إن في كذا فراشة نادرة وغالية هربوا من الأوضة من بين الفتحات. جوليان بيرجع بيته وبيشوف الفراشات متنطورة في كل حتة ودمه بيفور في ثانية. بيمسك إلسا من دراعها وبيطردها بره الباب من غير ما يديها فرصة تبرر اللي حصل. إلسا كانت مقهورة ومش عايزة تمشي، بس ما كانش قدامها حل إنها ترجع شقتها وهي حاسة بكسرة قلب ووحدة ملهاش وصف. في الليلة دي ولما العمارة كلها راحت في سابع نومة، جوليان اللي كان نايم في الطراوة بيصحى مخضوض تاني على صوت الدوشة اللي جاية من فوق. تاني يوم الصبح إلسا بتوصل محطة الأتوبيس بدري عشان تستنى. أمها وعدتها إنها تاخدها تخرج تتفسح، بس فضلت واقفة من الفجر لحد بالليل متأخر وما لمحتش أمها بترجع البيت. وكل
كل اللي طالته كان مكالمة تليفون وخلاص، مع كل أحلامها اللي اتهدت فجأة. ورغم إنها حاسة بظلم وقهرة توجع القلب، إلسا كان باين عليها إنها متعودة تتقبل الوضع زي ما هو. وهي ماشية راجعة البيت بالليل، إلسا بالصدفة بتسمع جوليان وهو بيرغي مع البواب، وتلقط منه خبر بيطير النوم من عينيها في فراشة نادرة جدا اسمها إيزابيل، ودي من أغلى وأهم الأنواع في أوروبا كلها، وما بتظهرش غير لمحة سريعة وقت بداية الربيع في هضبة في جبال الألب. وتاني يوم الصبح بدري جوليان ناوي يطلع الجبل عشان يدور عليها. الأيام بتجري وتاني يوم بيجي. جوليان بيدور عربيته وبيطلع بره حدود مدينة باريس، وبياخد طريقه طوالي ناحية جبال الألب في الجنوب. بعد مساء لكذا ساعة العربية بتدخل استراحة على الطريق الجبلي، وجوليان بينزل عشان يفرد ظهره، بس فجأة بيلمح إلسا وهي بتتسحب وتطلع من شنطة العربية. جوليان بيتصدم وبيتجنن في نفس الوقت، وبيزعق ليها جامد على جنانها وتهورها، وبيصمم إنه يكلم أمها، وكان ناوي يرجعها باريس فورا. لو لسه مكمل معايا وعايز تعرف رحلة العجوز والطفلة دي هترسى على إيه، اخبط لايك واشترك في القناة عشان الحكايات الجاية أمتع. إلسا بترد عليه ببرود وتقول له إن أمها ما عندهاش تليفون محمول أصلا، وأما بالنسبة هي فين دلوقتي فهي ما تعرفش عنها أي حاجة. جوليان بيتنح وما بيلاقيش كلام يقوله، وغضبه اللي كان بيغلي اتحول فجأة لقلة حيلة. بعد ما بياكلوا لقمة سريعة على الماشي، جوليان بيقرر إنه يسلمها لشرطة البلدة عشان يشوفوا لها مكان تقعد فيه ويدوروا على أمها. بس أول ما إلسا بتسمع سيرة البوليس وشها بيجيب ألوان والرعب بيملأ قلبها، ولما بتشوف إن جوليان مش متهز ومصمم على رأيه بتبدأ بذكاء تعكس كلامه عليه وترد عليه بردود تخليه يلف حوالين نفسه. جوليان بيبص لحالتها اللي تصعب على الكافر، وفي الآخر بيلاقي نفسه مش قادر يقسى عليها، وما بيبقاش قدامه حل غير إنه يتنازل ويوافق. بس قبل ما يتحركوا بيحط لها شروط صارمة جدا وقوانين تمشي عليها. إلسا بتهز راسها بسرعة وموافقة على كل حاجة، وكده الرحلة الغريبة دي بتبدأ رسميا. العربية بتمشي في طريق جبلي ملفوف متحوط بغابات كثيفة ومساحات خضراء بتلمع، وضباب الصبح لافف حوالين قمم الجبال. إلسا كانت مبهورة وطايرة من الفرحة بكل حاجة حواليها، وما بتبطلش رغي وأسئلة ورا بعض. وبعيد عن إنها مركزة مع كل عود حش وكل شجرة في الجبل، إلسا كمان كانت شاغلة بالها بجوليان نفسه. هو راجل متعود على عيشة الذئب المتوحد، وطالع الجبل المرة دي بس عشان يوصل لفراشة إيزابيل، وكان عشمان يطول شوية هدوء في الطبيعة. بس دلوقتي لقى نفسه متدبس في طفلة رغاية ما بتفصلش. ساعات كتير كان بيتخانق من أسئلتها اللي ملهاش آخر، فكان بيكسفها ويرد عليها بأقصر وأجف كلمات ممكنة. ومع ذلك قبل ما يطلعوا الجبل برضه خدها المحل أدوات عشان ينقلها جزمة تقيلة مخصصة للمشي في الجبال عشان ما تتزحلقش. ولما بيوصلوا لمكانهم جوه الغابة، جوليان بيركن العربية في أمان وبيجهز شنطة الظهر بتاعته بسرعة وبيمشي في طريق الغابة المتحرج. إلسا بتشيل شنطتها الصغيرة وبتمشي وراه وهي بتتنطط ومسحورة بكل حاجة حواليها. بس بعد شوية صغيرين خطواتها بتبدأ تتقل وتبطأ. جوليان بيزعق لها عشان تنجز وتسرع، مع إنه أصلاً كان مبطأ خطوته جداً عشان يمشي على قدها. ورغم إنه طول الوقت بيشتكي إنها دوشة ومتعبة وإنها حتة علة مبوظاله خطته، تصرفاته كان كلها حنية ورعاية مدارية. خد عندك مثلا وقت الغداء لما إلسا بتقعد تبرطم وتشتكي إنها بتكره تاكل البطاطس والطماطم، جوليان بيزعق ليها بزهق ويقول لها إنها بنت متعبة وبتتأمر، ومع ذلك برضه بيبدل أكله معاها في الآخر. بس ده أكيد مش دلع عمال على بطال. لما كان بيلاقيها لازقة عينيها في شاشة اللعبة بتاعتها ومش مركزة، كان بيقف قاصد يسد طريقها عشان يجبرها ترفع راسها وتتفرج. ولما الليل بيليل بينصبوا الخيمة في حتة واسعة وسط الجبال. تفتكروا البنت البريئة دي ممكن تعمل حركة تقلب الدنيا وتخلي جوليان مطلوب للعدالة؟ في الوقت ده إلسا بتستغل إن جوليان راح في سابع نومة وبتتسحب بالراحة تطلع شريحة التليفون بتاعته. ورا الحركة اللي تبان شقاوة عيال دي في احتياج غلبان وضعيف جدا للحب والصحبة. هي قرفت من الإحساس باليأس كل مرة أمها بترميها عشان تحرس أوضة فاضية، وكل خروجة وعدتها بيها كانت بتتبدل باعتذار ملوش طعم. وجوليان كان هو الدفى الوحيد اللي قدرت تلمسه في رحلة وحدتها الطويلة دي. كانت مرعوبة موت إن لو في أي خط تواصل شغال
هيشحنوها فوراً ترجع للعزلة والضلمة والإهمال، ويجبروها تدوق مرارة الرفض من تاني. عشان كده قطعت أي طريق ممكن يرجعها، واستخدمت الطريقة الطفولية والعنيدة دي عشان تمسك في الصحبة النادرة دي. بس اللي ما تعرفوش إن حركتها دي هتحط جوليان على راس قائمة المشتبه فيهم. بعد ما أمها بتكتشف إن إلسا اختفت، بتتجنن وتتصل بالبوليس اللي بيمشوا ورا الخيوط لحد ما بيوصلوا لجوليان، الراجل اللي معروف إنه كان على تواصل دايماً مع إلسا، واللي بالصدفة طلع الجبل لوحده. شخصيته اللي ما بيحبش يختلط بحد وهوسه بجمع الفراشات خلت من السهل جدا إن البوليس يشوفه كخطر. فالشرطة بسرعة بتعتبر جوليان المشتبه به الأول، وبتطلع بأمر بالقبض عليه. وفي نفس الوقت ده جوه الجبال، جوليان ما كانش حاسس بأي حاجة من دي خالص. كان ماشي يدور على فراشة إيزابيل وهو بيسمع حكايات إلسا العجيبة اللي ملهاش أول من آخر. بيكملوا طريقهم لجوه أعماق الغابة والجبل. عينين جوليان عاملة زي الصقر بتفرز تجمعات الورد وورق الشجر في كل الغابة. كان بيفحص كل فراشة بتعدي عليه بمنتهى الدقة. إلسا ماشية وراه لزق، وساعات الورد البري اللي على الطريق كان بيخطف عينها، وساعات ما كانتش بتقدر تمسك نفسها وتقطف كام وردة تمسكهم في إيدها. جوليان كان دايما بينادي عليها ويوقفها في الوقت المناسب لأنه مرعوب إنها تتوه في المكان الواسع ده. وبعد شوية بيقابلوا كابل بيعملوا قفز بالمظلات. الشاب كان محترف وبيموت في اللعبة دي، بس بالنسبة للبنت اللي جنبه دي كانت أول مرة لها، ووشها كان مليان رعب مخلوط بمحاولة إنها تبان هادية. ورغم إن الشاب كان مقنش رعبها تماماً، فضل مصمم يسحبها معاه وينط في الهواء بس عشان تثبت له إنها بتحبه. جوليان لما شاف المنظر ده بص لإلسا اللي جنبه وقال لها حكمة عميقة بتضرب في مقتل. قال لها لما الحب يطلب إثبات، الثقة بتختفي، ومن غير ثقة الحب بيموت من نفسه. إلسا مستحيل تفهم كلام مكلكع وعميق زي الفلسفة بتاعت الثقة والحب دي حاجة صعبة جدا على طفلة عندها 7 سنين إنها تستوعبها. بس هي شافت بعينيها بوضوح جدا البنت وهي ماسكة في حزام المظلة كأنها بتطلع في الروح، ووشها أبيض زي الشمع وجسمها بيتنفد جامد. هي ممكن ما تعرفش تعقيدات المشاعر، بس حست ببساطة إن الحب المفروض عمره ما يخلي حد مرعوب بالشكل ده. وبعد كده بيمشوا على حشائش خضرة زاهية وجميلة، وبيدخلوا خطوة بخطوة جوه الغابة الهادية والعميقة. الخضرة الطازة بتختلط مع ريحة طينة الأرض الدافية، وبتعمل ريحة تخطف العقل وترد الروح. ورغم إنهم بدأوا الرحلة دي وكل واحد فيهم غرقان في وحدته، المسافة بين قلوبهم بدأت تقصر من غير ما يحسوا حتى. بيعدوا من الغابة وبيوصلوا لاستراحة في الجبل، ولما بيجي وقت العشاء بيقعد معاهم كام رحالة على ترابيزة حجرية. واحد من الرجالة كان طاير من الفرحة وعمال يرغي ويقول إنه لسه كسبان 350 ألف في البورصة. طريقة كلامه كانت كلها تفخر وغرور، ومخلية كل اللي قاعدين بيهزوا راسهم موافقين. إلسا قاعدة على الدكة الحجرية وبتبص للراجل ده من غير ما ترمش، ومش فاهمة خالص ليه الكبار دول بيضحكوا ومبسوطين قوي على شوية أرقام. تفتكر السعادة الحقيقية بتيجي من كتر الفلوس، ولا في سر تاني الكبار مش واخدين بالهم منه؟ تاني يوم الصبح بدري ما قدرتش تمسك نفسها وفتحت تحقيق مع جوليان في الموضوع ده. إلسا كانت بتسمع وهي فاهمة نص نص، وبتضغط عليه عشان تعرف بالظبط ازاي الواحد ممكن يبقى غني. جوليان بيبص لسلسلة الجبال اللي مرصوصة قدامهم وبيرد عليها بأبسط وأعمق إجابة في الدنيا. إلسا برضو لسه مش وصل لها الفكرة، وبتزن عشان تعرف ايه اللي المفروض يتعمل عشان تضرب ضربة العمر. جوليان سكتت وما قالش ولا كلمة زيادة. في مبادئ في الدنيا دي ما ينفعش تتقاس بالفلوس، لأنك تعمل الحاجة اللي بتحبها وتلاقي راحة البال دي لوحدها ثروة كبيرة ملهاش مثيل. وكل ما بيدخلوا أكتر في الجبل بيتفاجئوا بغزالين بريين في حتة مكشوفة في الغابة. الغزالين موطيين راسهم وبياكلوا الحشيش الأخضر ومش مبينين أي خوف منهم خالص. إلسا بتكتم أنفاسها وبتبصلهم في صمت تام، وجوليان واقف جنبها بالظبط عشان يعيشوا اللحظة الهادية دي مع الطبيعة سوا. بس فجأة صوت ضرب نار بيرج المكان، والغزالة الأم بتقع على الأرض في لحظتها. في 2 صيادين بيطلعوا يجروا لقدام وبيشيلوا جثة الغزالة على كتفهم بدم بارد، وبيختفوا في الغابة الكثيفة من غير ما يبصوا وراهم مرة واحدة. جوليان لما بيشوف المنظر ده دمه بيفور وبيتجنن. صوته كان مليان غل وقرف من التصرف القاسي ده. وفي نفس الوقت إلسا كانت حزينة جدا ومصدومة، ومش قادرة تستوعب أبدا إزاي في حد يقدر يكتب نهاية بشعة كده على كائن رقيق بالشكل ده. جوليان بيفهمها إن الجشع اللي ملوش حدود هو اللي سلب من الناس دي إنسانيتهم، وإن جمال الحياة الغالي ده ما ينفعش يتسرق بالقسوة دي أبدا. ومع ذلك إلسا فضلت موطية راسها وساكتة خالص ما بتنطقش. في الليلة دي إلسا بتلزق في جوليان
وفجأة بتفتح معاه كلام بصوت واطي عن حلم حلمته قبل كده. حلمت بعصفور كناريا محبوس جوه قفص، فراحت فتحت القفص والشباك وفردت ايديها عشان تخليه يطير بحريته، بس العصفور بدل ما يطير بعيد اختار بمزاجه انه يفضل جنبها. هي حاسه انها زي العصفور ده بالظبط، نفسها في الحريه بس هتموت وتتحبس، ودايما بتتمنى دفع حقيقي يجي من القلب من غير غصب في حياه كلها وحده. ولما شافت الصيادين بيموتوا الغزاله الصبح بدم بارد فهمت درس كبير غصب عنها. فهمت ان الحب مش حبس ولا امتلاك، الحب هو اني اديلك حريتك كامله وانت برضو تختارني من غير تفكير. جوليان وهو بيسمع كلام الطفله البريئه دي موجة حنية بترج قلبه، والراجل اللي شاف ياما وعاش أيام صعبة بيتعلم المعنى الحقيقي للحب من حلم طفلة صافي. تاني يوم الصبح بيمشوا في بحر من الورد اللي يطير العقل ومغطي التلال. الورد مفتح في كل حتة والفراشات بكل ألوانها بتطير بحرية بين الورق. إلسا بتقف وسط الجنة دي وبتوطي تسأل جوليان سؤال بمنتهى الجدية. جوليان بيطلع شبكة صيد الفراشات وبيعلمها بالراحة أساسيات الصيد. إلسا بتمسك الشبكة وبتمشي بحذر شديد وسط الشجر عشان تجرب حظها. شكلها وهي مركزة قوي بس مش عارفة تتصرف كان لطيف جدا وخلى جوليان يبتسم غصب عنه. بس طول الطريق إلسا ساكتة خالص وماشية ببطء ورا جوليان، ورغيها اللي متعودين عليه اختفى وما بقاش ليه أثر، وحتى نظرتها للورد اللي على الجبال بقت باهتة ومطفية. وبعد ما مشيت مسافة طويلة أخيرا بترفع راسها. من جوه قلبها الطفولي الصافي هي مش قادرة تتقبل أبدا فكرة إنها تستخدم الحب حجة عشان تحبس كائن حي. عشان كده لفت وراحت تمشي من غير ما تفكر مرتين. بس مستحيل جوليان يوافق يسيب طفلة تمشي لوحدها في الجبل وترجع بطولها، فقرر إنه يغير خطته. يا ترى بعد كل التعب ده جوليان هيلاقي فراشة أحلامه ولا الجبل مخبلهم مفاجأة تانية؟ بعد ما طلعوا جبال ملهاش آخر ومشيوا في غابات ضلمة وعميقة، وبعد أيام وليالي من المشي اللي يهد الحيل وصلوا أخيرا للبيئة الطبيعية بتاعت فراشة إيزابيل. الفراشة دي ما عندهاش جهاز هضمي ومش بتاكل، يعني كل طاقتها اللي عايشة بيها طول حياتها جاية من اللي خزنته وهي لسه دودة، وعشان كده عمرها كله ما بيكملش غير 3 أيام و3 ليالي بس. والكائن اللي يخطف العقل ده مش بيظهر غير لما الليل يليل، ولما الضلمة بتغطي الجبل والغابة بالراحة جوليان بيطلع ملاية سرير كان جايبها معاه عشان يعمل فخ نور على قده، وعلى الضوء الضعيف ده بيستنوا في هدوء ظهور أرواح الليل دي. تحت النور الضعيف سرب فراشات بيحب النور بيجي يطير ورا بعضه، بس لما بيركزوا ويقربوا بيلاقوا ولا واحدة فيهم إيزابيل اللي هيموتوا ويلاقوها. في النهاية جوليان بيستسلم لقلة حيلته وبيقرر يعمل عرض خيال ظل ارتجالي ورا الملاية عشان يبسط إلسا مستخدم النور الضعيف ده. تاني يوم الصبح بدري جوليان بيفتح شمسية وبيقلبها تحت شجرة وبيقول لإلسا تهز الفروع بالراحة. كذا دودة خضراء بخطوط بيضة رفيعة بيقعوا من الفروع جوه الشمسية، ودي بتطلع أأمن وأضمن طريقة عشان يجمعوا يرقات الفراشات. بس وهم بيحطوا العلبة في الشنطة السماء بتغيم وعاصفة مطر بتضرب الجبل من العدم. بيستخبوا تحت شجرة ضخمة وإلسا بترجع لأسئلتها وجوليان بيرد عليها ببال طويل. صوت كلامهم الهادي مع صوت المطر كان عامل حالة سلام عجيبة في الغابة. وبعد شوية المطر بيقف وضباب الجبل بيبدأ يختفي، ولما بيرفعوا راسهم بيلمحوا فجأة قطيع بقر بياكل حشيش على تل قريب. صوت أجراس البقر كان بيرن كل شوية بصوت صافي جدا في الغابة الهادية. بيمشوا ورا القطيع وبيلاقوا نفسهم وصلوا لحد بيت صاحب المزرعة. المزارع بيرحب جدا بالضيفين اللي جم مع البقر لحد باب بيته، ولحسن الحظ اليوم ده بيطلع عيد ميلاد المزارع. البيت من جوه كان مليان دفى وحنية. مرات المزارع وعياله متجمعين حوالين الترابيزة وبيدعوا له من قلبهم بأحلى الأمنيات. إلسا لما شافت المنظر الدافي واللي كله تناغم عينيها اتملت بحسرة وغيرة كبيرة. الطفلة اللي اتحرمت من دفى العيلة من صغرها قلبها اتعصر وهي شايفة السعادة دي ونفسها تعيشها. ورغم ان جوليان كان ساكت تماما على جنب، بس وهو بيتفرج على المزارع بيضحك وبيتكلم مع عيلته موجة وجع مدفونة من سنين ضربت في قلبه. الحكاية ان جوليان كان عنده ابن هو كمان. ابنه كان شاب وسيم جدا واجتماعي وبيحب الرياضة، وكان دايما بيلف العالم عشان يكتشف المجهول. بس بعدين مرض نفسي عنيف اسمه ثنائي القطب سيطر على الشاب اللي كان مليان حيوية. المرض ده دمره وعذبه كل يوم لحد ما حيويته انطفت وحياته وقفت للأبد وهو عنده 28 سنة. ابنه كان شاف فراشة إيزابيل قبل كده في ألبوم وكان نفسه أبوه يجيب له واحدة يشوحها. جوليان وعده وعد رجال
بس للأسف ما قدرش يوفي بوعده قبل ما ابنه يسيب الدنيا دي، والموضوع ده فضل عقدة ذنب مسيطرة عليه مش قادر ينساها بقية عمره. وعشان كده لعشرات السنين جوليان كان بيطلع الجبل كل سنة ويدور بعند على فراشة إيزابيل، بس عشان يكفر عن تقصيره في حق ابنه. تاني يوم الصبح جوليان وإلسا بيودعوا المزارع وبياخدوا طريقهم طوالي للمخيم بتاعهم، وفي نفس الليلة دي بيقابلوا أخيرا فراشة إيزابيل. جوليان جسمه كله كان بينتفض من الفرحة، بعد ما مشي سنين وشوق ما بيخلصش جاب نتيجته في اللحظة دي بالذات. بيبرق عينيه وبيكتم نفسه وبيقرب بالراحة جدا. إلسا قلبها كان طاير من الفرحة والسعادة، بس بوظت الدنيا خالص لأنها اتحمست بزيادة. تاني يوم الصبح بدري جوليان بيصحى مخضوض وبيكتشف إن إلسا فص ملح وداب ومفيش ليها أي أثر. بيفضل يصرخ باسم إلسا مرات كتير في الطرق الجبلية الوعرة، بس ما بيلاقيش أي رد خالص. ولما كان خلاص هيقع في اليأس التام، صوت ضعيف بيرن فجأة. جوليان بيمشي ورا الصوت لحد ما بيلاقي كهف مستخبي. جوليان كان هيتجنن من القلق والتوتر وطلع يجري على بيت المزارع بأقصى سرعة، بس ما لقاش غير والدة المزارع اللي عندها زهايمر في البيت، وده خلى مستحيل عليها إنها تساعده بأي حاجة، وما بقاش قدامه أي حل تاني. فركب عربية المزارع النقل وطار على اسم الشرطة عشان يطلب النجدة. بس اللي ما يعرفوش إن البوليس أصلاً كان مطلع أمر بالقبض عليه من زمان، وفي النهاية الشرطة بتبعت طيارات هليكوبتر وبتعمل عملية إنقاذ كبيرة في الجبل، وبتنجح تطلع إلسا من الكهف. وفي نفس الوقت بيقبضوا على جوليان بمنتهى القسوة. بس بعد التحقيقات والتأكد من كل حاجة، سوء التفاهم الكبير ده بيتحل بسرعة، وجوليان بيخرج وبيروح يعيش مع إلسا وأمها في نفس البيت. في علم النفس قيمة المشاعر بتكمل في إننا نأكدها لبعض، لأن الحب الصامت محدش بيحسه وبيبقى ملوش أي لازمة. في الحقيقة ناس كتير بتعاني من خرس المشاعر، تلاقيهم بيضحوا ويدوا من غير حساب، بس بيبعدوا عن أقرب الناس ليهم لمجرد إنهم بيبخلوا بكلمة أو مش عارفين يعبروا إزاي. كلمة بحبك طالعة من القلب أو أنا حاسس بيك هي المفتاح السحري اللي بيوصل الحب بجد. وبعد كده جوليان وإلسا بيدخلوا الصوبة مع بعض، وبيتفاجئوا إن اليرقات اللي جابوها معاهم بكل عناية اختارت اللحظة دي بالذات عشان تخرج من الشرنقة وتبقى فراشات. الجناحات الخضراء الميلة للأصفر بتبدأ تتفرد حتة حتة، وديلها رفيع ورقيق جدا، وبتطلع هي دي بالظبط فراشة إيزابيل اللي داخوا عليها في الجبال الطويلة. جوليان وهو باصص للروح دي بتطلع من الشرنقة، عينيه بتدمع من الفرحة. ساعات الحاجات اللي بنموت ونوصل لها مش بتبقى في مكان بعيد صعب نوصل له، دي بتبقى جوه اللحظات الصغيرة اللي مش بناخد بالنا منها أصلا. أكبر سعادة في الدنيا هي إنك تقدر تحس بالجمال البسيط من غير ما تفضل تاكل في نفسك على ندم فات أو تشيل هم مشاوير لسه ما جاتش وبعيدة. استمتع بشمس الصبح على كتافك، استمتع بالزرع تحت رجلك، استمتع بالورد والناس اللي بتحبك وحواليك. عبر عن الحب اللي جواك بشجاعة، واحضن كل لحظة عادية بكل روحك. راحة البال اللي بناخدها من الطبيعة والفرحة البسيطة اللي في إيدينا هم أغلى إيزابيل في حياتنا. تفتكروا لو كنا بنقدر الجمال البسيط اللي في حياتنا زي جوليان وإلسا، كانت حياتنا هتبقى أهدى وأسعد؟ لو الحكاية دي لمست قلبك، ما تنساش تسيب لايك وتشترك في القناة عشان نتقابل في حكاية جديدة. سلام.